اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة بقى معانا وصفة حلوة وسهلة ولذيذة وخفيفة. دايت يعني. معانا النهاردة فراخ مشوية ومعاها سلطة طحينة وشيبسي. طبعا مشوية على الفحم. طريقتها حلوة قوي وسهلة جدا، وتتبيلتها برضو بسيطة وسهلة من قلب البيت. مش هنجيب اي توابل او بهارات من بره، كلها من قلب البيت. حاجات بسيطة جدا. هنعمل التتبيلة مع بعض، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي. منتظرة تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني، ومنتظرة دعواتكم. ويلا بينا ندخل على طريقتنا النهاردة. معانا هنا بقى تقريبا كانوا فرخة ونص تقريبا، مش متذكرة والله. الفيديو متصور بقاله كتير عندي على الفون. ومعانا بصلاية حلوة كبيرة كده، ومعانا طماطميتين وقرن فلفل حامي. تمام. بصوا يعني هي طبعا متقطعة كده زي ما هي، يعني فاصلة الدبوس الصدر بس هو اللي مقطعاه، يعني كذا قطعة. الجزء اللي تحت كده والصدر لقيته تخين شوية، ففصلت منه جزئين. بصوا كده. طبعا حاولت اصغر شوية، يعني الورك بس بتاع الفرخة هو اللي معرفتش اصغره قوي، يعني خليته كده. قلت هزوده يعني شوية سوا، بس يعني نغستهم بالسكينة كلهم عشان خاطر التتبيلة توصل لهم، وعشان برضو في السوا يبقوا يستووا حلو. معانا هنا بصلاية كبيرة شوية وقرن فلفل حامي وطماطميتين، ومعانا برضو ليمونتين لزوم التتبيلة بتاعتنا النهاردة. هنفرم بقى البصلة والطماطم والفلفل دولت كلهم في الكبة فرم ناعم قوي. انا عايزاهم فرم ناعم قوي عشان عايزة المية بتاعة البصل تنزل. زي ما انتوا شايفينها كده فرمناها كويس جدا في الكبة. هنفضي بقى التتبيلة بتاعتنا دي وندخل على البهارات اللي هنحطها عليها. معانا هنا بقى ليمونتين هنعصرهم كويس قوي، ومعانا البهارات بتاعتنا. هنا فرمناهم، بصوا زي ما بقول لكم فرم ناعم عشان انا عايزه الميه بتاعتهم تتغلغل جوه الانسجه بتاعه الفراخ، علشان خاطر تتبل الفراخ حلو. ميه البصل حلوه قوي في تتبيله الفراخ، طبعا بتدي طعم وتست عالي قوي. ولما بتحدقيها بقى وتديها البهارات بتاعتها والتوابل بتاعتها، بتوصل في الانسجه بتاعه الفراخ، فبتدي طعم حلو قوي. طبعا ومستحب الفراخ اللي هتتشوي، خصوصا يا جماعه لو الشوي الفراخ فيه صدور. يعني هاتي الفرخه كده قبليها بيوم واغسليها غسله حلوه ونظيفه وحطيها في الفريزر. الصدور بالذات، لان الصدور بتبقى محتاجه تدخل الفريزر، تقعد مش اقل من 3 4 ساعات في الفريزر تجمد، وبعد كده تخرجيها تشتغلي بيها علشان الصدور تستوي معاكي، ما تبقاش لحمتها مفتله وتبقى جامده في الاكل. بهارات معانا بقى النهارده ملح طبعا اساسي. معانا بهارات فراخ، معانا فلفل اسمر، بابريكا، معانا كمون، بهارات فراخ، فلفل اسمر، وده توم باودر، ودي 7 بهارات، وربع معلقه صغيره سماق الصغنونه خالص دي اللي هي غامقه قوي، اللي هي جنب الكمون وجنب ال7 بهارات. ملح، فلفل اسمر، بهارات فراخ، بابريكا، توم باودر، ومعانا 7 بهارات، معلقه منها صغيره. بهارات فراخ معلقه، يعني نص معلقه كبيره. وبابريكا برضو، فلفل اسمر، وسماق دي بجيبها من عند العطار، حلوة قوي للمشاوي، لجميع المشاوي. ونص معلقه كمون صغيره. وهنحط بقى التوابل بتاعتنا دي كلها على البصل والثوم، على البصل والطماطم، سوري، على البصل والطماطم والفلفل. وطبعا عصرنا الليمون، وهنحط معلقه عسل كبيره كده على التتبيله بتاعتنا، يعني معلقه كبيره. نزل العسل كويس، ونبتدي نقلب بقى الخلطة بتاعتنا كويس قوي قوي، وبعد كده ننزل بيها على الفراخ. اهم حاجة نقلبها في البصل والطماطم حلوة قوي، علشان خاطر ما ننزلش بيها على الفراخ وتكلكع مننا، وتبقى في حتة فيها توابل وحتة لا.
هننزل بيها بقى. التتبيله دي انا كنت بعملها قبل الشوي بيوم بالليل، يعني طلعت الفراخ كنت جايباها قبلها بيومين وغسلاها ومظبطاها وحطها في الفريزر، وطلعتها قبل ما اشوي بالليل. كنت بشوي الخميس، كنت بشوي الجمعه، فطلعتها الخميس بالليل، فكت وظبطت تتبيلتها كده. كانت قبل الفجر، كانت على الساعه تقريبا 3 او 4، وغطيتها بستريتش راب عشان خاطر طبعا ريحه البصل، وحطيتها في التلاجة على الرف. وبعد كده استعملتها او اشتغلت بيها تاني يوم. طبعا كل ما بتسيبيها في التتبيله اكتر كل ما بتديكي طعم احلى، كل ما الملح والتوابل والبهارات بتاعتنا بتدخل جوه اللحمه اكتر وتديكي طعم احلى للحم اللي انتي بتاكليه، وتبقى مستويه كمان حلو. هنا بقى كده جينا تاني يوم على طول، شفتوا غمضتوا عينيكم وفتحتوها تلاقيتوا تاني يوم دخل علينا. هنا بقى كده حطيناها على الشوايه، حطيناها كده على الشبكه، رصيناها بقى كده على الشبكه وظبطنا الدنيا معاها. والفحم كان ولع بس لسه كنا بنزود فحم تاني وبنولعه كويس. وهنقفل الشبكه عليها ونبتدي نسيبها بقى على النار ونهوي علشان خاطر الفحم يشتغل عليها حلو. صراحة حتة الشوي دي مش بتاعتي، انا بعمل كل حاجة وبسيبها لزوجي هو اللي بيقوم بالمهمة دي، ما بحبش اقعد قدام الدخان كتير. كده كانت لسه انا بس يعني يا رب تكون يعني هي تقريبا باينة قطعة في قطعة فحم تحت باينة ان هي منورة شوية اهو كده، يعني كانت ابتدت يعني زودنا بقى عليها الفحم وكنا بنهوي كويس علشان خاطر الفحم كله يولع. وابتدت بقى تستوي كويس معانا على الفحم. وهنبتدي طبعا نقلب من فترة للتانية كده، قلبناها جبناها على الناحية التانية كده، الفحم كله مولع علشان خاطر تستوي سوا حلو. طبعا هي كانت في البلكونة بقى وكانت عايشة حياتها. من وقت للتاني بقى بنقلب الشبكة كده علشان خاطر السخونية تيجي على الفراخ كلها وتستوي سوا كامل زي ما احنا قلنا. وطبعا من وقت للتاني بحط السكينة كده، بنغز الفراخ كده بالسكينة برضو وهي على يعني وهي برضو على الفحم كده، بحط لها السكينة، بغرز السكينة فيها بحيث ان انا يعني اشوف استوت ولا لا، وفي نفس الوقت لو في اي دم ولا حاجة بيظهر معايا فبعرف ان هي لسه برضو ما استوتش. لسه الحمد لله ما اتحرقتش، هتتحرق دلوقتي كمان شوية تتحرق. متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. منتظرة تعليقاتكم الجميلة، لايكات كتير يا جماعة لو سمحتوا ارفعوا الفيديو يا ريت. بتمنى كل اللي يدخل الفيديو بتاعي يعني يتفرج 3 4 دقايق كده، ما يخرجش بسرعة علشان خاطر متوسط مدة المشاهدة بيبقى قليل قوي معايا. يعني ربنا يبارك لكم كده يا رب ويجازيكم كل خير. بتمنى الناس تشاهد لي الفيديو للاخر، واللي مش هيقدر يشاهد الفيديو للاخر يقعد حتى نص مدة الفيديو. كده كنا بنحط السكينة جواها علشان خاطر توصل النار للاجزاء كلها زي ما انتم شايفين. وهي برضو على النار انا بنغص كده بالسكينة، بغزها بالسكينة. بغزها بالسكينة كده على النار علشان خاطر توصل النار لكل حتة في الفراخ وتستوي كويس. وصفتنا سهلة جدا وبسيطة، هي كان ناقصة بس الكولسلو، فما كانش موجود بقى الكرنب في السوق. كرنب الكولسلو ما كانش موجود، بس عملت معاها سلطة طحينة وجبت شيبسي، وكانت وصفتنا سهلة وخفيفة جدا النهاردة، واكلة محببة وحاجة كده تبقى مش فيها خضار وطبيخ. لازم ننوع من وقت للتاني للولاد علشان خاطر الولاد تاكل وترضى، يبقى فيه تغيير. طبعا لازم خضار، يعني انا لازم بدخل خضار في الاكل، فشوية كده وشوية كده عشان نعمل لهم تغيير في الاكل. دعواتكم الجميلة بقى اللي في الكومنتات، اللي ربنا يبارك لكم يا رب واياكم جميعا ولكم بالمثل، اللي بتفرحني دايما. بشكر عمو محمد جدا اللي دايما بيدعمني
دايما على طول في فيديوهاتي، على طول بيفرحني بدعواته الجميلة. ربنا يبارك لنا فيك يا رب يا عمو ويخليك لينا. هنا كانت اتحرقت كده، ما تتريقش يا عم محمد، بس كانت جميلة يعني. مش اتحرقت والله. شكلها كده بس ما اتحرقتش. لا بس هي اتاكلت يعني، بس مش محروقة والله، كانت حلوة. يا رب فيديوهاتي دايما تكون بتعجبكم، يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. والفيديو بتاعنا قرب يخلص النهارده، واكيد اكيد هشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وبتوحشوني كتير والله لما بغيب عنكم، بس يعني عذرا. عندنا دروس وامتحانات وتغييرات كده وقرارات جديدة كل شوية من الوزير، فعشان كده بتأخر عليكم شوية بالفيديوهات. بس والله بتوحشوني جدا. وما تنسونيش في دعوة حلوة ودعوة لولادي ودعوة لجميع طلاب الثانوية العامة. يا رب ينجحهم ويوفقهم يا رب ويصلح حالهم، امين يا رب العالمين. غمضوا عينيكم بقى وفتحوا هتلاقونا خلاص. هنا بقى خلاص خلصنا، وكانت وصفتنا خلصت وكده، كنا حطيناها في الاطباق ومعاها الطحينة والشيبسي بتاعها، وكانت وصفتنا سهلة وجميلة. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.